بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض كفتة اللحمة مع المكرونة الاسباجيتي. المكرونة هنعملها بطريقة مختلفة بطعم فعلا جميل جدا، حتى الكفتة كان طعمها لذيذ جدا. انا حشيتها بالجبن من الداخل، شكلها زي ما انتم شايفين عن قرب. في نفس الوقت يعني فعلا حاجة مختلفة، بتمنى تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. في البداية عندي 400 جرام من اللحم المفروم. طبعا بعد كده زودت بقى بقية المكونات، اللي هي 3 معالق كبار من البقدونس المفروم، 5 معالق كبار من البقسماط المطحون، وكمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون او زيت الذرة، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من بيكنج باودر. وطبعا الملح حطيت نص معلقة صغيرة، وحطيت كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. اهم حاجة ما نكترش الملح، علشان خاطر الجبنة اللي هنحشي بيها الكفتة بتاعتنا نسبة الملح فيها عالية شوية. عندي هنا استخدمت نوعين من الجبن. استخدمت الجبنة الكريمي، اخدت حوالي معلقتين كبار ل3 معالق كبار. وبعد كده طبعا جبت الجبنة اللي هي المتضفرة. الجبنة دي طبعا في محلات السورية، وهتلاقوها كمان في المحلات الاتراك. اهم حاجة الجبنة دي نسبة الملح فيها عالي جدا، فعشان كده احنا مش عايزين نزود الملح في اللحمة. فممكن حد ينقعها في مية، لو هو مش عايز نسبة الملح عالية جدا ننقعها في مية لمدة ساعة، وبعد كده نرجع نستخدمها. انا بصراحة استخدمتها على طول، لان انا قللت الملح في اللحمة عندي. وبعد كده ضفتها على الجبنة الكريمي، وهرجع اخلطهم مع بعض، وبعد كده نبقى نحشي بيها اللحمة بتاعتنا. في البداية انا هشكل كل كمية اللحمة عندي الكور، وبعد كده هرجع اشيها. انا اول كوره عملتها معايا كانت اللحمه بتلزق في ايدي، رجعت زودت زيت زيتون او زيت ذره على ايديا كده، دهنتها ورجعت شكلت بقيه اللحم اللي عندي كلهم، وبعد كده رجعت حشيتهم. بعد كده هنمسك كوره كوره، هنعمل فيها فتحات بايدينا بالشكل ده، وبعد كده نرجع نحط حشوه كميه مناسبه من الحشوه بتاعتنا اللي هي الجبنه، وهنرجع نقفلها طبعا بالطريقه دي، ونرجع طبعا نكورها مره تانية، وبعد كده هنكرر الموضوع ده لحد ما نخلص كل كميه اللحمه اللي عندنا. نروح بقى دلوقتي نسوي اللحمة. عندي هنا طاسة على البوتاجاز، حطيت فيها حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وبعد كده رجعت نزلت باللحمة اللي عندي وخليتها اخدت اللون الذهبي، يعني لازم تاخد معايا اللون الذهبي. ولو حسيت ان الجبنة بتطلع منها ما تقلقيش، ده عادي جدا. وبعد ما تاخد اللون الذهبي هنخرجها في الطبق اللي عندنا، وبعد كده نرجع نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. هنا غطيتها لمدة دقيقتين مش اكتر، وبعد كده رجعت بقى خرجت كل الكفتة اللي عندي في طبق، وسبتها كده جانبي. وطبعا بعد كده حضرت بقية الوصفة. هنا في الطاسة، نفس الطاسة ما غيرتهاش، طبعا حطيت الطماطم مقطعة من النص على علامة زائد، وكمان بصلة مقطعة نصفين، و3 فصوص من الثوم او 4 فصوص. بعد كده رجعت اول ما خدوا اللون ده او في نفس الوقت استووا معايا، هرجع اخرجهم في طبق جانبي، وبعد كده هنرجع نستخدمهم. اهم حاجة هنا انا قطعت الطماطم من النص عشان تعرفي تقشريها بسهولة لما تيجي تطحنيهم في الكب عندك. عندي هنا بعد ما قشرت كل الطماطم اللي عندي، نزلت بقى بكل الخليط في الكب عندي، وبعد كده زودت نص معلقة صغيرة من الملح، مش هكتر من الملح عشان خاطر ممكن لو احتاجتي بعد كده تزودي. بعد كده طحنت كل الخليط كويس جدا لحد ما اخدت القوام الناعم تماما. هفضي بقى كل الخليط في الطاسة، طبعا لازم تتغسل في الاول كويس جدا، وبعد كده نزلت بالخليط اللي عندي، وحطيت كمان مكرونة الاسباجيتي علشان خاطر تتسلق معايا، وزودت كمان هنا ملح وكمان فلفل اسود، وحطيت كوباية من عصير الطماطم زودته على الخليط. وبعد كده لو احتاجنا مية هنزود من مية المكرونة اللي احنا بنسلق فيها المكرونة، مش هناخد مية من الحنفية.
هنا الطماطم هتاخد معايا على البوتاجاز يعني حوالي 5 دقايق تتسبك معايا، وبعد كده زي ما قلت زودت انا كبشة واحدة بس من مية المكرونة، وهسيبها اقلبها كده واسيبها شوية تتسبك، وبعد كده هنزل بقى اكون المكرونة عندي اتسلقت. طبعا صفيتها الاول كويس جدا من المية، وبعد كده نزلت بكل الكمية اللي انا عايزاها، قلبتها، وكمان بعد كده اول ما اخدت معايا بس غلوة كده نزلت بالكفتة بتاعتي كلها. هقلب بقى كل المكونات مع بعض كويس جدا، وبعد كده بس هغطيها واسيبها لمدة 3 دقايق مش اكتر، بس كله يتجانس مع بعض. هنا عندي خلاص كده انا الاكلة بتاعتي بقت جاهزة، نرجع بقى نقدمها مع بعض. طبعا عندي في طبق التقديم او في الطبق اللي انت يعني طريقة التقديم في النهاية اختياري، رجعت حطيت كمية مناسبة من المكرونة، وبعد كده وزعت عليها الكفتة بتاعتي، وكمان زينتها بالبقدونس المفروم. ولو حد حابب كمية الصوص تكون كتير نقلل كمية المكرونة. بعد كده حطيت كمان كطبق جانبي اللي انا هاكل منه، طبعا زودت كمية مكرونة وحطيت الكفتة المناسبة، وبعد كده رجعت زودت كمان حطيت في النص بقدونس للزينة، ورجعت قدمتها وبالهنا والشفا. ده كان طبق النهاردة معانا، بتمنى يكون نال اعجاب حضراتكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد بوصفة جديدة.